منظمة الصحة العالمية بتخبرنا ان كل 40 ثانية في شخص على مستوى العالم بينتحر، وان نسب الخاصة بالمنتحرين على مستوى العالم بتزيد 60%. على مستوى امريكا في 123 منتحر يوميا، يعني بنسبة انسان بينتحر كل 12 دقيقة. وكمان في مصر النسب بتزيد لدرجة ان وصلت ان في 4000 منتحر سنويا، يعني بمثابة منتحر واحد كل ساعتين. ان الانتحار هو تاني سبب للموت عند الاعمار من 10 ل 24 سنة بعد الحوادث. دكتور بيتر بشارة، دكتور صحة نفسية من جامعة بنسلفانيا، لايف كوتش معتمد من ICF درجة BCC. ايه هو الانتحار؟ الانتحار طبقا لكتاب اوكسفورد تكست بوك اوف سايكاتري وكتاب DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات النفسية، هو ايذاء للنفس قاتل، وده بيكون يا اما بوعي او بدون وعي. وبدون وعي زي واحد تحت اضطراب نفسي معين زي الذهان مثلا، وده بيكون نتيجة للاضطراب. الانتحار هو عملية طويلة المدى، طويلة جدا. المراجع العلمية بتأكد لنا ان المراحل اللي بيعدي بيها الشخص ممكن زي عوامل الخطر والحماية. عوامل الخطر والحماية زي ايه مثلا؟ ان الشخص بيعدي ببعض الاسباب اللي بتؤدي معاه للانتحار، زي اسباب جينية بتعرضه للاكتئاب، بعض الاضطرابات، الادمان. وكل ما زادت عوامل الخطر وقلت عوامل الحماية، ده بيخلي الشخص بيفكر اكتر في الانتحار. تاني حاجة ان الشخص بيعدي بظروف طارئة زي فقدان، صدمات، خسارة شغل. كل الاسباب دي بتخلي الشخص بيفكر برضو ازاي ينهي حياته. المرحلة اللي بعد كده يبدأ الشخص في ان هو يبدأ يخلق نية الانتحار، يبدأ يفكر في الاساليب والطرق وازاي يعمل كده، وازاي ينفرد بنفسه او ينعزل عشان محدش يحس بيه. صرخات الألم اللي جواه بيبدأ يقولها للي حواليه وهما مش حاسين بيه، فبيبدأ ياخد قرار الانتحار. بعد كده الإنسان بيعدي بمرحلة اسمها محاولة الانتحار. محاولة الانتحار دي ممكن تكون فاشلة، ممكن ناجحة. لو كانت فاشلة بتؤدي إلى بقائه، ولو كانت ناجحة بتنتهي بموته. طبعا سواء بقائه أو موته ده بيعمل نتائج سواء عليه أو على أهله بطريقة سلبية. كتير منا يعرف ان اسباب الانتحار ان هي للموت او شخص عايز ينهي حياته، بس مش دي الاسباب بس اللي اتذكرت في المراجع الاساسيه الخاصه بالاضطرابات النفسيه. اتقال كمان ان الشخص ممكن يكون بينتحر لاسباب واغراض تانية. زي ايه مثلا؟ واحد شخص عنده صرخه الم، متالم جدا جدا جوه قلبه وجوه حياته وجوه نفسه، فعايز يعلن صرخه الالم دي، فبيبدا يقول للناس انا متالم جدا. بس للأسف بيتجه ان هو يروح للانتحار كنوع وكأسلوب بيعلن بيه للآخرين انه متألم. فأول حاجة هي صرخة ألم من قلب شخص موجوع جدا بيقول للناس أنا متألم. تاني نقطة، شخص عايز يعلن للي حواليه ان سلوكهم ما بقاش مريح بالنسبة له. مثلا زي بتتحايل على ابنها ان يغير سلوكه، فلما بتفقد الامل ان هو يغير السلوك او ان هو يبدأ يفكر بطريقة افضل من اللي هو فيها، فبتلجأ لحالة الانتحار. كأنها بتقول له انا محتاجة ان انت كنت تفهم ان السلوك ده سبب لي ألم في حياتي. رقم 3، ظروف طارئة أو صدمات. شخص بيتعرض لصدمة معينة، زي بنت بتتعرض لانتهاء علاقة معينة أو ارتباط، فبتخرج من الحالة دي بأن هي بتعلن صرخة ألم جواها من خلال الانتحار. رقم 4، اضطرابات الشخصية واللي متصاحبة بتعاطي المخدرات. احنا عندنا 16 نوع من الاضطرابات الشخصية، ده لما بيتصاحب مع تعاطي المخدرات بتكون نتيجة من نتائج هذا ان يكون الشخص بيلجأ للانتحار.
واحد من اسباب الانتحار الكبيره جدا هو الاكتئاب. سجلت شركات التأمين العالمية نسب تزايد الاكتئاب من سنة 2016 ل 2019 تزايد مخيف جدا. يعني الأعمار من 18 ل 34 سنة كانت النسب بتزيد لدرجة 47%، ومن 12 سنة ل 17 سنة النسب وصلت ل 63%. النسب بتزيد كل ما الأعمار بتقل. يعني الاكتئاب بقى منتشر بطريقة مخيفة جدا جدا جدا، وهو واحد من الأسباب اللي بتسبب الانتحار. لو انا اكتشفت ان في شخص عنده عزلة او عنده بعد عن المجتمع او عنده حالة من حالات الحزن او الاكتئاب، بنعمل ايه؟ اول حاجة انا لازم اراقب الشخص اللي قدامي واكتشف هو بيعدي بأنهي مرحلة. هل بمرحلة من الخوف ولا القلق، العزلة والتعب، الإجهاد الذهني، ولا أنهي مرحلة من المراحل؟ أنا كشخص ممكن ما كنتش متخصص، إيه المفروض أعمله؟ أول حاجة المساندة والقرب. لازم أكون قريب من الشخص، مش بكتر الكلام أقدر أقدم المساندة، ولكن المساندة الحقيقية إن أنا أكون جنبه، بقدم له الدعم اللي هو محتاجه. ممكن يكون الشخص مش بيبوح في المراحل الأولى إن هو عايز ينتحر أو ينهي حياته، ولكن بيبوح بصرخات الألم والوجع اللي جواه. مش كده لما تلاقي شخص جنبك موجوع، ما ينفعش أنت تقول له تعالى نتكلم، فكده هو خرج من الألم والوجع، أو تعالى نخرج، فكده هو خرج من الألم والوجع. المساندة الحقيقية انت لو اكتشفت ان في شخص قدامك متألم وموجوع، ابدأ خده لمتخصص. فكرة متخصص هي المنطقة الآمنة لمساعدة اي شخص. انا ممكن اقدم له المساعدة الحقيقية اللي تساعده ان هو يخرج من الجو اللي هو فيه، ولكن المساعدة الحقيقية انت تاخده لشخص متخصص يبدأ يتكلم معاه ويشخص الحتة الموجوع هو فيها. أسر كتير من اللي بيبقى عندهم حد منتحر أو فقدوا حد عن طريق الانتحار بيجوا تملي يقولوا جملة يا ريتنا كنا ادينا لهم وقت، يا ريتنا كنا سمعناهم، يا ريتنا كنا خدناهم للمتخصص. أرجوك لو في عندك حد في بيتك موجوع اهتم بيه. لو حد بيتكلم قدامك عن فكرة الانتحار بطريقة أو بأخرى، اهتم بيه واسمعه، ما تاخدش الموضوع باستهتار. خده لمتخصص، خده لدكتور نفسي، خده لأخصائي نفسي، خليه يقعد مع لايف كوتش. المهم الشخص يلاقي حد يسمعه بطريقة تقدر تفيده، مش بس بطريقة ان هو يفرغ الكلام وبس.